نملة دراكولا الاسم العلمي ميستريوم كاميلاي هي نوع من النمل الذي ينتمي إلى فصيلة أمبلوبونيناي. تميزت هذه النملة بخصائص فريدة وغريبة جعلتها محط اهتمام علماء الحشرات. إليك بعض المعلومات عن هذه النملة. الخصائص: الاسم نملة دراكولا، وسميت بهذا الاسم بسبب سلوكها الغريب المتمثل في امتصاص دماء يرقاتها دون قتلها، وهي عملية تعرف باسم التمريض غير القاتل. الموطن: تعيش نملة دراكولا في الغابات الاستوائية والمناطق المظلمة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأستراليا ومدغشقر. السلوك الغذائي: تتغذى نملة دراكولا بشكل غير اعتيادي، إذ تقوم بعض الأفراد بمضغ الخشب أو المواد الأخرى وامتصاص السوائل، كما أنها تقوم بثقب يرقاتها لتتغذى على سوائلها الجسدية دون أن تؤذيها بشكل قاتل، وتقوم بإصلاح الجرح بعد ذلك. السرعة: تمتلك أسرع حركة للفك السفلي في عالم الكائنات الحية، حيث يغلق فكها بسرعة تصل إلى 90 مترا في الثانية، أي ما يعادل 324 كيلومترا في الساعة. تستخدم هذه الحركة للقبض على الفرائس وللدفاع. التكاثر: مثل معظم أنواع النمل، تعيش نملة دراكولا في مستعمرات منظمة تتكون من الملكة والعمال واليرقات. الملكة مسؤولة عن وضع البيض، في حين تتولى العاملات جمع الغذاء ورعاية الصغار. التكيف: تتمتع نملة دراكولا بفكوك قوية تساعدها في قطع الخشب والافتراس، وهي تتكيف بشكل جيد مع الحياة في البيئات الرطبة والمظلمة، حيث تقوم بحفر الأنفاق والممرات في التربة والخشب. أهمية دراسة نملة دراكولا: يعتبر هذا النوع من النمل مهما في دراسة الحشرات بفضل طريقة غذائه وسرعة حركة فكيه. هذه الميزات تسلط الضوء على الابتكارات التطورية في عالم الحشرات، كما تساهم في فهم كيفية تطور هذه الكائنات لتتمكن من الصيد والدفاع عن نفسها بطرق غير مألوفة.